تخيل معايا اول اشاره مرور في العالم كانت لمبه جاز، مش كهرباء ولا حتى لمبه عاديه، سنه 1868 في لندن، وبالتحديد قصاد البرلمان البريطاني. كانت الدنيا زحمه جدا وعربيات البشوات عماله تخبط في بعض والناس عماله تزعق. فجاه ظهر واحد قال لهم هي ايه الفوضى دي؟ عايزين شويه نظام يا اولاد. وفعلا اخترع اغرب نظام موجود في الوقت ده. النهار عباره عن دراعين، لو واقفين على خط مستقيم واحد معناها اقف، انما لو مايلين ب 45 درجه معناها استعد، انما لو نايمين خالص معناها امشي. بس قابلته مشكله كبيره جدا، هي ان الناس ما بتشوفش بالليل الدراعات دي، فالحوادث ابتدت تكتر. قال لك ما نستخدم لمبه جاز، لما تبقى حمراء معناها ان الناس والحناطير تقف، لما تبقى خضراء معناها ان الحناطير تمشي. وبالمناسبه هو استوحى الفكره دي من اشارات القطر، ولكن حصلت كارثه. الاشارجي وهو بينور اللمبه الاشاره انفجرت في وشه، واضطروا يشيلوها، ورجعت الفوضى تاني لحوالي اكتر من 60 سنه لحد ما اخترعوا الكهرباء ورجعوا تاني يخترعوا اشارات المرور اللي انت بتشوفها دلوقتي بقى. لو عايز تعرف ايه المشاكل اللي قابلتهم وخلتهم يطوروها اكتر واكتر، اعمل لي فولو وانا فوقش ودي دايره ازاي.